أحلى تحية جديدة إلكن حبايبي متابعين القناة. غبت عنكن شوي واليوم راجعين بفيديو جديد ورايحين على اليابان. والحلوى يابانية سهلة ومكوناتها قليلة ومتوفرة بكل بيت، وهي كتير لذيذة وخفيفة وشكلها كتير حلو. خلينا نروح مباشرة لطريقة التحضير. نحتاج لبيض عدد 2، نفصل الصفار عن البياض. هاي الوصفة لحتى تنجح مثل معظم وصفات الحلو بتحتاج تتأيدوا كتير منيح بالمقادير، من هيك بنحتاج لقياس المقادير بميزان رقمي، وما بينفع نعير بكاسة أو معلقة. منحط صفار البيض بزبدية ومنضيف عليهم 20 مليلتر حليب سائل ومنخلطهم مع بعض كتير منيح. بس ينخلطوا ننخل فوقهم 30 جرام طحين مع معلقة صغيرة فانيلا. بنمزجهم منيح لحتى يختفي الطحين بشكل كامل. ننتقل للبياض. نخفق البياض يلي شلناه من البيض لمدة 30 ثانية. منضيف 25 جرام سكر على 3 دفعات. منضيف أول كمية من السكر واللي هي تلت 25 جرام، ومنخفق بالخفاقة على سرعة عالية لمدة دقيقة. منضيف التلت الثاني من السكر ومنخفق كمان بسرعة عالية لمدة دقيقة ونص. منضيف باقي السكر أو التلت الثالث ومنخفق المزيج لمدة 3 دقايق كمان بسرعة عالية. وفينا نستعمل المؤقت الزمني لنعرف قديش باقي لوقت الخفق. منلاحظ بعد مرور الوقت المطلوب من الخفق إنه المزيج تضاعف حجمه وصار شكله بالشكل اللي انتو شايفينه. المرحلة اللي بعدها منضيف معلقة من البياض فوق الصفار ومنحركهم منيح، ومن بعدها منضيف باقي البياض. ومنمزجهم بشكل منيح. منحاول نحتفظ بالهواء داخل المزيج. هلأ منعبي المزيج بكيس حلوى. منحمي مقلاية ومندهنها بكمية خفيفة من الزيت، ومنخفف النار على الآخر تحت المقلاية. خلي النار تكون كتير خفيفة. منبدأ نشكل المزيج على المقلاية بهالشكل. منصنع شكل مجوف من ورق السلوفان، منضيف فيه شوية مي ومنغطي المقلاية. نتركهم لمدة 3 دقايق. منقلبهم على الطرف الثاني لمدة دقيقة. في عندي طريقة تانية، بدل ما نحط سلوفان فينا نحط قطعة قطن ونضيف عليها شوية مي ونغطي ومنستنى 3 دقايق على نار مثل ما قلت خفيفة كتير. بس يستوي الطرف الأول نقلبهم على الطرف الثاني بنعومة.
نتركهم لمدة دقيقة ليستووا وياخدوا لون، ومنشكل القطع الثانية. مشان السرعة فيكن تستعملوا صاج بتدهنوه كمان بالزيت، ومنضيف قطنة، بس يستوي الطرف الأول نقلبهم للطرف الثاني، وهيك لتخلص كامل الكمية. نترك القطع لتبرد بشكل كامل. خلينا ننتقل للتزيين. نحتاج كريم شانتيه للتزيين، سبق وعملناه قبل. ظرف بودرة كريم شانتيه مع 115 جرام حليب بارد. نخفقهم منيح ومنحطهم بالبراد ليبردوا. نبدأ منزين قطع الحلوى بالكريم شانتيه واحدة ورا الثانية. ولنزيدهم شكل حلو وطعم أغنى منزينهم بقطع الفواكه حسب اختياركم. أنا اخترت هون قطع الفريز والبلو بيري، هذا اختياري وحسب متوفر عندكم وحسب شو أنتو بتحبوا. آخر شي منرش على القطع سكر بودرة بيعطوا شكل أحلى وطعم أطيب. ما بتتخيلوا حبايبي قديش الحلوى خفيفة وطيبة وبتدوب بالتم، طعمتها كتير طيبة وشهية. بنصحكم تجربوها، ومثل ما قلت لكم دايما تتأيدوا بالمقادير. صحة وألف عافية حبايبي. إذا عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لي لايك وشير، وما تنسوني من التعليقات وسبسكرايب للقناة، وكمان ما تنسوني من دعواتكم. بشوفكم إن شاء الله عن قريب بفيديو جديد. بأمان الله.